إذا مشاهدينا، في هذا الخبر العاجل والمهم جدا، اعتقال في هذه الأثناء هذه نتاع بنت الفشوش اللي صرفقات سعادة القيد. بلا شك تبعتوا جميعا هذه الكارثة هذه اللي دارت هاد بنت الفشوش. هذه راه ما كتسماش بنت الفشوش، هذه كتسمى الدصارة. هذه سميتها الدصارة، وهذه سميتها قلة التربية. إذا كما كنشوفوا في الفيديو أمامنا، القائد تصرف مع هاد بنت الفشوش، يعني تصرف معاه بواحد الحكمة. خلاها ضرباتو، خلاها تعدات عليه، لأن لو كان رد عليها كان غادي يمكن حتى هي تستدعيه، حتى هي تشكي به أو تدعيه أمام القضاء. إلا هو بما أنه كان مبرد معاها، ما بغاش يجاوبها، ما بغاش يرد عليها، دار عليها الشهود، دار عليها حجاج، وخلاها كتكرفس عليه. هنا وغادي نعرفوا بأن القائد مطور ومطور جدا. لأن كما سبق وقلت لكم، لو كان ضربها أو تعدى عليها حتى هو، كان غادي تكون القضية ضده. إلا هو برد معها السوق وخلاها تعدات عليه مزيان. وفي هذه الأثناء هذه كما قلت لكم تم الاعتقال نتاع هاد بنت الفشوش هذه اللي بغات تفرض الشخصية ديالها على رجل سلطة اللي هو القائد. إذن التهم اللي غادي تكون موجهة لهاد السيدة هذه هي تهم خطيرة جدا. راه كينتظرها واحد السجن اللي غادي يعاود لها التربيه اللي ما ترباتش في دارهم. هذه وحده. ثانيا غادي يطبقوا عليها المسطره من بسم الله حتى لصدق الله العظيم. هذا الشيء هذا حنا كنعرفوه اننا في المغرب القانون يطبق على الجميع. وعلاش القائد كما سبق قلت لكم ما بغاش يدير فيها يدو، لان لو كان تعدى عليها القائد كانت الشكايه غادي ترجع ضده، غترجع يعني لصالح لهاد بنت الفشوش اللي هي تعدات على القائد. كما سبق قلت لكم القائد او سعاده القائد، هنا دابا غادي نسميوه سعاده القائد، لان ما رفعش يدو على امراه او على سيده، بالعكس خلاها دارت في يديه، دار عليها الشهود، دار عليها الحجاج. والان كما قلت لكم هاد بنت الفشوش هذه راها راهنه لاعتقال وتهم خطيره في الانتظار ديالها. يعني كيتسناها واحد السجن اللي غادي يعاود لها الترابي اللي ما ترباتهمش في دارها. لان باش تجي وتعدى على رجل سلطه في وسط الاداره ديالو، الا عرف راك ولد الفشوش نيت، راك ولد الفشوش نيت. لو كان هاد بنت الفشوش هادي لقات اللي يربيها، كانت غادي يعني تكون غادي كان يمكن لها تربح هاد القايد هذا اللي يمكن ما بغاش يخدم لها مصالحها، او ولكن باش تهز يدك انت على رجل سلطه في وسط الاداره ديالو، الا وعرف بانك خرقتي القانون وعرف راساتك بانك ما تربيتيش في داركم. اليوم غادي تمشي ان شاء الله، غادي تربى وغادي تعرف شنو هو الحبس، وغادي تعرف شنو هو الاعتداء على رجل سلطة داخل مقر العمل ديالو. لان شفنا مؤخرا هاد ولاد الفشوش هادو كثروا بزاف، شفناهم مؤخرا كثروا. وهاد الظاهرة هادي خاص نوقفوها عند حدها. هاد الظاهرة هادي خصها توقف عند حدها، لأن هاد الشيء هذا إلا ما خداش المسطرة القانونية ديالو وهاد ولاد الفشوش هادو تاخد في حقهم واحد الحكم اللي يعاود لهم التربية، إلا وعرف راه غادي اليوم ها هو رجل سلطة وتصروا عليه. ما بالو كان تجي فايت مواطن عادي في الشارع، تخيل انت كيفاش غادي يتصرفوا معاك. اذا احنا كنثيقوا في القضاء المغربي، وتحيه كبيره لهذا القائد هذا يعني اللي كان بارد الاعصاب ديالو، وفي انتظار المحاكمه تاع هاد بنت الفشوش هذه باش تعرف بانها في دوله الحق والقانون. مشاهدينا ما تنساوش اشتركوا معنا في القناه، فعلوا لنا الجرس، داعمونا، خلونا الاراء ديالكم في التعاليق. عاش الملك والصحراء مغربيه والله المستعان.